مشايخنا حلوا لنا الإشكالية دي. اللي بيصلي بدون إحساس يطمئن فلعله يترقى. لأني لو جيت لك البيت وانت ما عزمتنيش على الغدا وأكلت وشبعت عندك، يعني أنا جيت وقعدت عندك جعان ومشيت، حاجة من الاتنين: يا إما هجيلك تاني لأن أنا جاي لك أنت مش جاي للأكل، يا إما مش هجيلك تاني لأني كنت جاي لمنفعتي وهي الأكل. لو أنا مخلص هجيلك حتى لو ما أكلتنيش. وبالتالي الخشوع حالة من غذاء الروح. طب أنا لو ربنا غذى روحي في الصلاة وطلعت وأنا هادي وساكن ومعيط ومدمع وحاسس بالقرب، لو ربنا ما ادانيش ده هاجي تاني ولا مش هاجي؟ لو جيت تاني يبقى أنا مخلص وأترقى في مراتب الإخلاص، لأني عبد الله ولست عبد الخشوع ولا عبد الإحساس الجميل. لكن لو ما جيتش تاني يبقى أنا وكأني بشترط لو ما استريحتش في الصلاة مش هاجي. وبالتالي في بعض الأوقات قد يرقي الله العبد في مراتب الإخلاص عن طريق أنه ممكن ما يكونش فيه طعم لا للعمرة ولا للصلاة، ما دمت أنت شخص يعني مش قتال قتلة ومفتري على خلق الله وتاكل مال النبي عليه الصلاة والسلام زي ما احنا بنقول عندنا كده في مصر، يعني ملوش كبير ينصب على أي حد. لو أنت مش مفتري، لو أنت إنسان عادي بتغلط وتتوب وتحاول وتقرب وتأثر وتحاول تلجأ لربنا، لو أنت إنسان عادي فدي مرحلة ترقي في الإخلاص، فكمل ثم سيفيض عليك الله بكم من الخشوع يعني ما خطر على قلبك وأنت مخلص إن شاء الله.